السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من مطبخ أم يوسف. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة يا جماعة هعمل معاكم غدا. هعمل بامية وهعمل ملوخية وهعمل رز. هوريكم بقى وتشوفوا معايا ازاي انا بتعامل مع الحاجة ومع الخضار. هنا كنت مجهزة الصلصة بتاعت البامية، نضفتها كويس جدا وغسلتها حلوة قوي قوي يا جماعة. لازم الخضار بتاعنا يتغسل كويس جدا. ونزلت بالبامية على الصلصة وبحب اسيبها شوية تاخد مع من طعم الصلصة عشان تتطعم بيها تبقى حلوة. وهنا الفراخ سخنت الحلة كويس قوي قبل ما احطها عشان اشوحها، ونزلت عليها بشوية من الفلفل الاسود، وهحط معاها حبهان ورق لورا، وهحط معاها بصلاية كمان بتدي طعم حلو للشوربة. ورجعنا للبامية هنا عشان نشوف الطعم ايه. زودت معاها مكعب من المرقة، بيديها طعم حلو قوي يا جماعة، وبيخليها ليها نكهة حلوة. ابتدت ان هي تغلي، هسيبها. ومعايا هنا الفراخ، زودت معاها البصلاية وزودت لها المية المغلية، وهسيبهم بقى على النار ونروح نشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا احنا بنقف يا جماعة، بنسيبش الاكل كده، احنا بنتابع كل حاجة خطوة بخطوة، ونبص عليها ونقلب ونشوف محتاجة ايه، محتاجة مية، محتاجة ملح، ونظبط الدنيا. وكنت نقع هنا الملوخية. انا بحب انقع الملوخية يا جماعة في مية بخل عشان خاطر تنضفها وتبقى كويسة، الورقة بتاعتها تبقى نظيفة. فافضل حاجة ان انا انقع اي حاجة خضار بالمية والخل، بتنضف وبتنزل اي اتربة او اي كيماويات او اي حاجة فيها، بتبقى كويسة جدا 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 المية بالخل. وبعدين بنصفيها كويس، وهنا بفردها على القماشة كده تشرب المية بتاعتها. انا بفضل موضوع القماش ده يا جماعة احسن من ان انا بحطها في الشمس او تحت المروحة، بتبقى احسن، والورقة ماسكة نفسها مش دبلانة من المروحة. وبعد ما خرطنا الملوخية هنا هنعمل الرز. انا بحب جنب الاكل ده يا جماعة اعمل رز ابيض، بيبقى طعمه تحفة وجميل جدا جدا جدا. باخد مكعب زبدة. انا بفضل الرز بالزبدة الصفرا يا جماعة، بيديها طعم حلو قوي. هنا حطيت مكعب الزبدة الاول، وبعدين نزلت بالرز شوحته معاها شوية، وبعدين حطيت المية دي سخنة يا جماعة. طبعا لو انت عندك مية من الفلتر حطي مية من الفلتر، بس انا بحب استعمل مية السخنة انقى يعني، واحسن من ان انا احط مية من الحنفية. وهقلب هنا الرز. بصي حتى مكعب الزبدة اداني لون على الوش ازاي جميل. خلاص نديله تقليبة وخلاص كده، نقفل بقى عليه ونسيبه مع نفسه لحد ما يستوي. ونروح بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. احنا بعد كده ديت الثوم وكزبرة ناشفة دي للملوخية. طبعا انا حاطه الملوخية في الشوربة في الحلة، مجرد ما بتغلي نزلت عليها بالملوخية اللي احنا خرطناها. ونتابع التوم يا جماعة برضو ما ننساهوش عشان ما يتحرقش مننا، ونخلي بالنا من درجة التحمير بتاعة التوم. ما نخليهوش محروق، لان التوم لو اغمق زيادة عن اللزوم بيدي مرارة وبيدي طعم مش حلو في الاكل. فاحنا هناخد بالنا يا جماعة من درجة التحمير بتاعة التوم. وهنا زودت كمان مكعب شوربة على الملوخية.
انا من الناس يا جماعة اللي في اكلات كده معينة لازم احط فيها مكعب المرقة، بحس بفرق في الطعم فيها. وهنا متابعة طبعا دوت التوم هنا اهو، خلاص قربنا ان هو يدخل على درجة التحمير اللي انا عايزاها. وخلاص الملوخية معايا هنا بتغلي. خلاص احنا خلاص الدرجة بتاعتها بدرجة التحمير دي خلاص كويسة كده. بصي بقى انا باخد الملوخية انزل على الطشة كده، بتدي ريحة رهيبة 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 مجرد ما بتعملي الحركة دي، غير ما بننزل بالطشة على الملوخية على طول. وهرجع بقى انزلها واقلبها كويس مع الملوخية كلها. وطبعا لو اكلي ووصفاتي عجبتكم ما تنسونيش باللايك، وما تبخلوش عليا بالشير، واشتركوا في قناتي. كانت معاكم ام يوسف من مطبخ ام يوسف. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسونيش تقولولي في الكومنتات انتوا بتتابعوني منين. احب يا جماعة اعرف انتوا بتتابعوني منين، وده شيء يشرفني طبعا. وتعالى اوريكم بقى السفرة بتاعتي بعد ما جهزت. هنا كنت جهزت كل حاجة. وطبعا كان عندي بتنجان مخلل طلعته جنب البامية والليمون، اهم حاجة طبق البامية اللي بليمون. واقول لكم مع السلامة، واستنوني في فيديو جديد بإذن الله.